السلام عليكم. أجي نعرفوا كيفاش كيتم إنتاج الأشعة السينية إكس المستعملة في الأجهزة الطبية وفي الأجهزة الصناعية. المرحلة الأولى اللي كتكون هي تسخين واحد السلك ديال معدن التنغستين بحال اللي كيكون في وسط ديك البولة القديمة ديال السلك. هذاك التسخين ديال داك السلك واش كيعطينا واحد الحرارة، وكيعطينا واحد الإلكترونات كيبقاو كيتحركوا بواحد النشاط. من بعد هادوك الإلكترونات اللي تحروا من داك السلك كنحركوهم بواحد السرعة في الاتجاه ديال واحد المادة معدنية كتقدر تكون التنغستين كمثال. بهاديك السرعة اللي كتمشي بها هاديك الإلكترونات في داك الاتجاه كتصطدم بهاديك المادة المعدنية، وهداك الاصطدام ديالها هو اللي كيولد وكيعطي الأشعة إكس اللي كنخدمو بها في المجال الطبي. هذا هو الجهاز المستعمل، هو أنبوب زجاجي فيه الفراغ الداخل باش الإلكترونات ملي كتسافر ما كتكونش تصطدم بشي مادة بشي حاجة أخرى، كتكون في الفراغ وكيكون في وسط الزيت لأن هاد العملية كتنتج عليها حرارة كبيرة. خلاصة الأنبوب ديال الأشعة كيعتمد على تسريع الإلكترونات من الكاثود للأنود في أنبوب مفرغ، وفي الاصطدام ديالها كيولد الأشعة اللي كنخدمو بها في التصوير الطبي والصناعي. كنشكركم على المشاهدة، تابعونا للمزيد من المعلومات بالدارجة المغربية، وشكرا.